بالفيديو هذا راح احسب وياكم بالارقام ميزانيات العراق من 2003 لحد 2018، وهذه الارقام لو انصرفت بشكل صحيح وما بقوا هالذيول والحراميه اللي يحكمون العراق هسه، راح تشوفون شنو ممكن يصير وضع العراق. ميزانيات العراق من 2003 لحد 2018 مجموعهن تريليون و6 مليار دولار، والتريليون يعني 1000 مليار، يعني واحد وبصفه 12 صفر. خلينا نشوف شنو نقدر نسوي بهاي المبلغ، واي رقم اذكر لك اياه تقدر بنفسك على الانترنت تتاكد منه. اول شيء ب 60 مليار دولار تقدر تبني مليونين وحده سكنيه، تكلفه الوحده السكنيه 30,000 دولار. مليونين وحده سكنيه راح تحل ازمه سكن المليونين عائله، مو مليونين شخص، مليونين عائله، وراح تشغل عشرات اذا مو مئات الالاف من الناس ببناء هذا المشروع. 30 مليار دولار تقدر تبني بيها خط سكه حديد وتجهز قاطره الاسرع بالعالم اللي سرعتها 400 كيلومتر بالساعه تربط بغداد وكل المحافظات الرئيسيه بالعراق. ب 3 مليار دولار تقدر تبني مدينه مثل مدينه ديزني لاند الامريكيه اللي موجود لها نسخ حول العالم. اخر مدينه افتتحوها باليابان كلفت نفس هذا المبلغ، وعدد زوارها سنويا 16 مليون زائر. 30 مليار الثانيه تقدر تبني اكبر مطار بحجم مطار اسطنبول اللي يعتبر حاليا اكبر مطار بالعالم. بمليار واحد تقدر تبني 4 مستشفيات بارقى المواصفات واكبر سعه عدد الاسره. المستشفى الواحد يكلف 250 مليون دولار قيمته التشغيليه، ضيف عليهن 240 مليار دولار تبني 3 مدن نموذجيه بهن سكن راقي وارقى الخدمات وافضل بنى تحتيه ومجمعات صناعيه ومراكز ماليه وبنوك وبورصات ومدينه تعليميه ومدينه صحيه ضمن هاي المدن، وكل واحده من هاي المدن تكفي 500 الف شخص قابله للتوسع. 5 مليار دولار تقدر تبني بيها 5 ملاعب بحجم الملعب الفرنسي اللي يعتبر احد اكبر الملاعب بالعالم. تكلفة الملعب الواحد مليار دولار. 60 مليار دولار تقدر تبني بيها 300 ناطحة سحاب متنوعة المساحات والارتفاعات. تكلفة ناطحات السحاب هذه والأبراج اللي دا أحكي عنها 200 مليون دولار بس. تخلي بغداد أكبر مدينة تحتوي على ناطحات سحاب بالعالم. 12 مليار دولار تقدر تبني بيها 6 مدن جامعية. المدينة الجامعية الوحدة تكلفك 2 مليار دولار، تشبه الجامعات اللي موجودة بالإمارات وبتركيا اللي تعتبر من المراتب الأولى بالشرق الأوسط. 4 مليار دولار تكفيك تبني 5 فنادق شبيهة بفندق برج العرب. 15 مليار دولار تكفيك تبني مو واحد لا 10 أبراج شبيهة ببرج خليفة اللي موجود بالإمارات اللي يعتبر أطول بناء بالعالم. ونجي للمصيبة اللي ما إلها حل، مصيبة الكهرباء اللي بالعراق. 60 مليار دولار تقدر تبني 10 محطات توليد طاقة كهربائية. المحطة الوحدة تكلف 6 مليار دولار بس، تكفي مو بس العراق، تكفي 4 دول بقد العراق، وهذه المحطات ألمانية. زين هسه خلينا نجمع كل هاي الهوسه والحفله كلها اللي ذكرتها. هاي الهوسه والحفله كلها اللي ذكرتها مجموعها 460 مليار بس، يعني من مجموع التريليون و6 يبقى عندك 546 مليار دولار بقد اللي صرفته مره ونص. هذا المبلغ الدوله تقدر تسوي بيه اللي تريده، تشتري بيه اسهم بشركات عالميه او استثمارات بدول ثانيه مثل ما بعض دول الخليج دا تسوي. المشكله وين؟ المشكله انه هاي الارقام الفلكيه نهبوها الحراميه والذيول اللي دا تحكم البلد وصفوها على جماعتهم وميليشياتهم، وواحدهم يروح يصلح بواسيره ب 50,000 دولار. هاي الارقام الضخمه لو كانت بيد ناس امينه كان حولت العراق للجنائن المعلقه مره ثانيه، كان صار المواطن العراقي واحد من اسعد المواطنين بالمنطقه. بينما واقع الحال كل منها هي مولات ومستشفيات خاصه اللي هن بالحقيقه استثمار شخصي لاصحابهن، ما بيها فائدة على المدى الطويل للبلد، واغلبهم يستخدم لتبييض الاموال للمافيات اللي دا تحكم البلد. التطور اللي ينقاس به رقي البلدان مو بحجم البناء الكونكريتي، تطور ينقاس بالبنى التحتية للبلدان مثل الصحة والتعليم والتطور الزراعي والاقتصادي والصناعي والاداري، وكلهن بالعراق مع الاسف يا اما معطلة او اصلا ما موجودة. بدل ما نشوف العراق واحد من افضل البلدان بالعالم، البلد اللي هو يعوم على بحر من النفط، نشوف طلاب العراق يداومون بمدارس مبنية من طين، نشوف العراقيين يطلعون مظاهرات على أبسط حقوقهم اللي هو مي نظيف مثل ما صار مظاهرات البصرة قبل سنة. تشوف العراق بأعلى نسب البطالة، تشوف الجواز العراقي أسوأ جواز بالعالم، تشوف بغداد عاصمة العراق واحدة من أسوأ المدن للعيش بالعالم، وبالشتاء بأقل مطرة الناس تغرق ومي المجاري يصير للركب ويفوت عليهم بالبيوت. بس نقول عسى ولعل الشعب العراقي صح على زمانه وما راح يكرر الأغلاط اللي يكررها كل مرة بانتخاب هاي الوجوه وهذول الحرامية، ويعرفون أنه سبب بلاء البلد كله
بسبب تيجان الراس والخطوط الحمراء اللي هم صنعوها بديهم. ولازم يصير تغيير، لأن إذا ظل هذا الحال نفسه فمصيرنا أسود ومستقبل أطفالنا مجهول. هذا إذا من يكبرون راح يلقون لهم وطن يقدرون يعيشون به.